اختفى عن الاضواء بعد ما كان مكسر الدنيا، والرقصه بتاعته من فتره خلت الناس تدور عليه. كان فتى احلام كل البنات، وكله كان بينبهر بجماله وشياكته والستايل اللي بيظهر بيه. وبعد ما كان اول الالفينات نجم النجوم، وكل ما تفتح التلفزيون تلاقيه سواء في مسلسل او فيلم، اختفى وبقى الاعمال اللي بيشارك فيها قليله جدا، وناس كتيره ما تعرفش هو راح فين ولا اختفى ليه، رغم ان ابوه وخالته ما سابوش التمثيل الا في نهايه حياته. احمد سعيد عبد الغني جان الالفينات اختفى راح فين؟ وهل فعلا قرر انه يبعد عن التمثيل ولا ايه الحكايه؟ ومين خالته اللي كانت بتمثل لحد اخر نفس؟ تفاصيل كتيره هتعرفها عن احمد سعيد عبد الغني في الفيديو ده، وايه كمان حكايه بنته اللي قلبت الدنيا. خليكم معانا للاخر وهتعرفوا الموضوع من طقطق لسلام عليكم. احمد سعيد عبد الغني بعد ما قدم ادوار كتير في اول الالفينات كان فتى احلام البنات، وكان ليه ستايل مختلف جدا، وبالذات بعد مسلسل الحياه والسراب واللي اتشهر فيه باسم باسم، والجمله المشهوره بتاعته بتاعت ماما يا ستي مش موافقه. وبعدها شارك في اعمال كتير مهمه، وخاصه لما كان بيظهر مع عبله كامل وبيعملوا دويتو حلو هما الاثنين، وكمان كان ليه افلام زي مطب صناعي مميزه وغيرها. فجاه احمد اختفى ومحدش عارف عنه اي حاجه، وظهوره قدام الشاشه بقى حاجه نادره جدا، سواء في شغل او كمان في لقاء، وناس كتيره نسيته وانه ممكن يمثل تاني، وطلع كلام واشاعات انه اعتزل، بس لو اعتزل هيبقى راح فين وبيشتغل ايه؟ الحقيقه بقى ان احمد سعيد عبد الغني ابن الفنان الراحل سعيد عبد الغني ما اعتزلش التمثيل ولا حاجه، وقرر انه يشوف مصلحته ويعمل اللي يجيب له فلوس. ايوه، ما كانش عايز يغلط غلطه ابوه، وفتح لنفسه مشروع استثماري يكسب منه، والمشروع ده مطعم كبير وفيه كافيه، مش صغير وكده وعلى القد، لا ده كبير، وهو متواجد فيه كمان كل يوم، وهو اللي بيديره، وبيعمل فيه فقرات غنى ورقص، وبيجيب ناس بالطبله، وده طبعا بيزود الزباين عنده في الكافيه طول الوقت. ورجع للساحه تاني لما ظهر في فيديو وهو يرقص مع بتاع الطبله في المطعم بتاعه، والفيديو ده قلب السوشيال ميديا، وكله كان عايز يعرف هو اختفى ليه بقى، ادم لسه حلوه كده. ومش هو بس اللي طلع حلو، ولا ده كمان بنته اول ما ظهرت معاه قلبت الدنيا بسبب جمالها الاجنبي، واللي ظهر ان امها كمان مش مصريه، واللي اي صور بيظهروا فيها مع بعض التفاعل بتاعها بيبقى كبير وبتقلب الدنيا. ورغم جوازه من سنين الا انه ما عندوش غير بنت واحده بس. احمد سعيد عبد الغني خالته كانت فنانه برضه، ودي معلومه مش ناس كتير تعرفها خالص. والمفاجاه بقى هي مين كمان؟ دي ظهرت العلا، واللي قضت حياتها كلها بتمثل لحد اخر نفس فيها، وده برضه اللي ابوه عمله، واللي قرر هو انه ما يعملوش عشان التمثيل ما بقاش مضمون. انتوا بقى اكتر دور بتحبوه لاحمد سعيد عبد الغني ايه؟